السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، يا من جئتم استجابة لنداء الإنسانية الصارخ للشام التي تحترق، شامكم التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها، إنها تحترق اليوم بكل ما فيها من تاريخ وحضارة، بكل ما فيها من شجر وحجر، والعالم المتآمر واقف يتفرج، يظهر الحزن علينا أمام الكاميرات، وهو وراء الكواليس من أشد الفرحين لما يجري في ديار المسلمين. أيها الإخوة، إن سوريا اليوم تشهد محرقة إنسانية لم تعهدها البشرية، في أنحس أدوارها لم تعرفها، حتى لقد هانت في أعيننا محاكم التفتيش ومذابح النصارى مع بعضهم، وهولوكوست اليهود إن كان قد وقع ولا أظنه. إن سوريا اليوم يذبح فيها الأطفال بالسكاكين، ويغتصب الرجال، ويداس المصحف فيها، وتقصف المساجد، وتحرق المساكن على ساكنيها من غير تفريق بين صغير وكبير ورجل وامرأة ولا أصحاب العاهات، بل لم يرحموا حتى البهائم العجماوات. هذا حال سوريا من أقصاها إلى أقصاها، من درعا ودمشق إلى إدلب وحلب، مرورا بحمص المنكوبة وحماة المفجوعة مرتين، وصولا إلى دير الزور والحسك والقامشل واللاذقية الأبية. إن جرحنا الكبير اليوم في حمص الأسطورة التي تشهد حربا حقيقية، الدبابات والمدافع والطائرات تقصف أطفالنا وحرائرنا. وإن باب عمرو أصبحت أيقونة الثورة السورية، هم وإن دخلوها فوالله سيخرجون، دخلوها فرحين بدباباتهم وكأنهم قد أعادوا لنا الجولان المحتل. إن حمص بلد الصحابي الجليل خالد بن الوليد تستنجد فينا كل ذرة من نخوتنا وشهامتنا ورجولتنا وآدميتنا أمام هذا الطغيان. يظن طاغية دمشق أنه إن دخل باب عمرو فقد كسر الثورة. لا والله، لا والله، لا والله، فقد أضحى كل مدينة وحي وإنسان في سوريا باب عمرو في وجه كل إنسان فينا باب عمرو في وجه هذا الطغيان والقهر الذي تشهده سوريا. أيها الإخوة، بعد أيام قليلة ستكمل ثورتنا عامها الأول من الذبح والنهب والسلب. إن التتار والبربرية لم يعيثوا في الأرض فسادا كما نشهد اليوم، وإن سوريا ستصبح علم الأحرار في العالم. أيها الإخوة، لقد كلف ثمن الحرية باهظا جدا، فقد مات من شهدائنا ما يتجاوز 9000، والمفقودون تجاوزوا 10,000، والمعتقلون تجاوزوا 100,000، والمشردون اللاجئون تجاوزوا 60,000، أغلبه في تركيا ولبنان والأردن وليبيا ومصر. ولكن المأساة الكبرى اليوم هي في جرحانا في باب عمرو، الذين يهتفون ويصرخون: طبيبها محمد، بطلها خالد أبو صلاح، يستنجدون بنا لإيصال الطعام والدواء للجرحى. كم سمعنا آهات الجرحى يقولون: والله إنا لنتمنى الموت على هذه الحياة، ولكن لا شفوق ولا رحيم. يا أحفاد العثمانيين، يا أحفاد محمد الفاتح، لقد سيرتم سفينة مرمرة إلى غزة رغم اعتراض الصهاينة، أفلا تستطيعون أن تسيروا السفن إلى أصحاب الحلوق المريرة رغم اعتراض الأسد؟ لقد عرفنا منكم المواقف الجريئة. ها هو السلطان عبد الحميد
عندما سمع أن أديب فرنسا فولتير قد كتب مسرحية يهزأ بها من النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمثلها على خشبة المسرح، بعث لفرنسا رسالة فقال فيها: والله لأن مثلت هذه المسرحية لأجلبن عليكم المسلمين من كل مكان، فأنا لا أرضى أن تصاب لحية النبي بذرة غبار وأنا حي. هكذا عرفنا أحفاد العثمانيين، وهكذا نريد منك يا تركيا، افتحي لنا أبواب الصحافة، حركي لنا الشوارع، لا يكفينا ما قدمت من غذاء لإخواننا اللاجئين. المأساة كبيرة، الفاجعة كبيرة، الجرح بليغ، الآلام تنزف، وصرخات محمد تنادينا تنشدنا. كل وثيقة تخرج للإعلام هي صرخة وهي شاهد سيكون أمام الأجيال غدا، عندما يسألكم أحفادكم وأنتم الآباء والأجداد: أين كنتم من صرخات بابا عمرو؟ لما لم تنقذوها؟ أين كانت مشاعركم وعواطفكم يوم استجار بكم الأطفال والعجائز والنساء فلم تنقذوهم؟ أيها الإخوة، إن الشام أمانة الله في أعناقنا جميعا وسنسأل عنها. إن الشام أمانة الله في أعناقنا جميعا وسنسأل عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.